إيه الخير ده؟ لا مفيش. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما البصل اتحمر. هننزل بعد كده بالطماطم بتاعتنا. ولو في معلقة صلصة ممكن، مفيش مشكلة خالص. بعد كده ننزل بالفلفل، كل المكونات بتاعتنا. ننزل بالخضرة، ونقلب. جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي، أحسن من اللي بيعمل كل حاجة نية. بيبقى طعمه جميل جدا 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 ما شاء الله. جربوه مش هتندموا والله. طبعا كل ده هيقصر دلوقتي، هيبقى صغنن أول ما يتسبك معانا. بعد كده ننزل بالتوابل بتاعتنا. نقلب، نديله تقليبه كده ان شاء الله. ريحه جميله جدا. طبعا هسيبه شويه على النار لحد ما الطماطم بتاعتنا تتسبك كده وكله يطيب معانا، وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما الطماطم بتاعتنا اتعملت دي كويس. طبعا هنسيبها تبرد، وبعد كده هنجيب البيض بتاعنا وننزل بحبه فلفل صغيرين كده عشان الزفاره، وهنضرب. بعد كده ننزل بالدقيق. طبعا ننزل بالدقيق واحده واحده عشان طبعا ما يتقلش معانا. ان شاء الله. طبعا نضربه كويس عشان الدقيق يدوب حلو في البيض مش مكلكع. وهننزل طبعا بشوية بمعلقة بيكنج باودر عشان تتنفخ معانا وكويسة. جربوها كده زي ما انا عملتها كده، والله تعجبكم قوي، هتعملوها على طول. بس كده مش هحط دقيق تاني. هو تقريبا ايه نص كوباية دقيق. خلاص كده بعد ما ضربنا البيض بالدقيق، وطبعا ما هو مفيش اي حاجة مكلكعة خالص ولا اي حاجة، هننزل بالطماطم بتاعتنا مع الفلفل بكل المكونات بتاعتنا دي. طبعا بعد ما بردت خالص عشان البيض بتاعنا ما يتسلقش. ان شاء الله ريحتها حلوه جدا. جربوها كده والله احسن من اللي بتعمل ني في ني، وخفيفه برضه ما فيهاش اي حاجه. نقلب ان شاء الله. ان شاء الله. كده خلاص. هننزل نجيب بقى الصينيه بتاعتنا ونحط فيها زيت عشان طبعا ما تلزقش معانا، وننزل المكونات بتاعتنا كلها كده ان شاء الله. وبعد كده نحطها في الفرن، ولما تطلع هوريكم الشكل النهائي بتاعها. ورجعنا تاني بعد ما البيض بتاعنا اتحمر، وطبعا ما بياخدش اكتر من 10 دقايق في الفرن.
طبعا على درجة حرارة 180، وبتحط على الشبكة اللي في النص. وما شاء الله حلو اهو، مفيش والله حلو جدا. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا جدا جدا. لو عجبكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل، ولايكات للفيديو. وأي حد عايز أي أكلة يكتب لي في التعليقات. وبشكر كل الناس اللي اشتركوا في القناة وبيدعموني، وألف ألف شكر ليهم. ما تنسوش برضو زي ما قلت لكم حضراتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولايكات وتعليقات. وأي حد عايز أي حاجة يطلبها مني في التعليقات، وأنا من عينيا الاتنين هعملها على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.